والله أنا استسمحك باش نقرأ حويجة للسيد وزير الخارجية قبل ما نعطي أي تعليق. هذا مقال صادر في مجلة كيفونيم في 14 فبراير 1982. اسمعني السيد وزير الخارجية، وسع بالك معي شوي. 82. من كتبه؟ صادر في مجلة متاع منظمة صهيونية اسمها كيفونيم. ونعطي لك المصدر. شو يقول يا سيدي؟ يقول: لقد غدت مصر باعتبارها كيانا مركزيا مجرد جثة هامدة، لا سيما إذا أخذنا في الاعتبار المواجهات التي تزداد حدة بين المسلمين والمسيحيين. وينبغي أن يكون تقسيم مصر إلى دويلات منفصلة جغرافيا هو هدفنا السياسي على الجبهة الغربية خلال سنوات التسعينات. وبمجرد أن تتفكك أوصال مصر وتتلاشى سلطتها المركزية فسوف تتفكك بالمثل بلدان أخرى مثل ليبيا والسودان وغيرهما من البلدان الأبعد. ومن ثم فإن تشكيل دولة قبطية في صعيد مصر بالإضافة إلى كيانات إقليمية أصغر وأقل أهمية من شأنها أن يفتح الباب لتطور تاريخي لا مناص من تحقيقه على المدى البعيد. وإن كانت معاهدة السلام قد أعاقته في الوقت الراهن، وعلى رغم ما يبدو في الظاهر فإن المشكلات في الجبهة الغربية أقل من مثيلاتها في الجبهة الشرقية، وتعد تجزئة لبنان إلى 5 دويلات بمثابة نموذج لما سيحدث في العالم العربي بأسره. وينبغي أن يكون تقسيم كل من العراق وسوريا إلى مناطق منفصلة على أساس عرقي أو ديني أحد الأهداف الأساسية لإسرائيل على المدى البعيد. والخطوة الأولى لتحقيق هذا الهدف هو تحطيم القدرة العسكرية لهذين البلدين، فالبناء العرقي لسوريا يجعلها عرضة للتفكك، ما قد يؤدي إلى قيام دولة شيعية على طول الساحل ودولة سنية في منطقة حلب وأخرى في دمشق، بالإضافة إلى كيان درزي قد ينشأ في الجولان الخاضعة لنا. وقد يطمح هو الآخر إلى تشكيل دولة خاصة، ولن يتم ذلك على أي حال إلا إذا انضمت إليه منطقة حوران وشمال الأردن. ويمكن لمثل هذه الدولة على المدى البعيد أن تكون ضمانة للسلام والأمن في المنطقة وتحقيق هذا الهدف في متناول يدينا. أما العراق ذلك البلد الغني بموارده النفطية والذي تتنازعه الصراعات الداخلية فهو يقع على خط المواجهة مع إسرائيل، ويعد تفكيكه أمرا مهما بالنسبة لإسرائيل، بل إنه أكثر أهمية من تفكيك سوريا، لأن العراق على المدى القريب أخطر تهديدا لإسرائيل. هذه وثيقة طلعت عام 82 عاملينها الصهاينة في إطار مخطط. نزيدك حويجة أخرى في إطار اتفاقية بين ألان جوبي وأردوغان. ألان جوبي وزير الخارجية الفرنسي، أردوغان رئيس الوزراء التركي الحالي. عملوا اتفاقية بموجبها تقدم فرنسا الدعم اللازم لتركيا من أجل تسهيل دخولها في الاتحاد الأوروبي قبل نهاية عام 2012. تقوم تركيا بتقديم الدعم اللازم لفرنسا بشأن مشروعها الاستراتيجي في الشرق الأوسط وخاصة في لبنان وسوريا وإسرائيل. تسمح تركيا لإسرائيل بمتابعة نشاطاتها العسكرية في تركيا ودعم وحداتها العسكرية. تقوم فرنسا بالمقابل بتقديم الدعم اللازم لأردوغان في الانتخابات النيابية القادمة من أجل تغيير الدستور التركي بما يخدم عملية دخوله في الاتحاد الأوروبي. خامسا، تسهل تركيا عمل المعارضة السورية من خلال استضافة اجتماعات المعارضة السورية في تركيا، وذلك تحت إشراف فرنسا الممثل للاتحاد الأوروبي. سادسا، تقوم تركيا بفرض مجموعة من الضغوطات على النظام السوري من أجل السيطرة على منطقة الشرق الأوسط وإسقاط نظام الأسد الفاسد والرافض لعملية التغيير في الشرق الأوسط. واضح تحب تقول بأن هذا الكل يدخل في إطار السيد وزير الخارجية حبيت نقول له كنا نتمنى من تونس الثورة أن لا تنحاز في صراع أهلي حركته الوكالات الاستخبارات العالمية، استغلت حاجة شعبنا في سوريا إلى الديمقراطية، استغلت حاجة شعبنا في سوريا إلى تغيير سلمي مثل ما حصل في تونس، وأججت صراع دامي عنيف من الهدف منه تفكيك أوصال سوريا، تفكيك أوصال المجتمع في سوريا، تحييد سوريا عن الصراع العربي الإسرائيلي، وهذا هو المهم. تمنيت من تونس الدولة بعد الثورة أن تقوم بدور إيجابي من أجل أن تساند عملية التغيير السلمي مع المعارضة اللي ما هيش مرتبطة بوكالات المخابرات الأجنبية. ولكن للأسف الشديد أن تونس أول من أطرد السفير السوري،
وتونس أول من استضافت مؤتمر أصدقاء سوريا، هذا اللي يسمى مؤتمر أصدقاء سوريا، اللي انعقد أمس في مراكش باش يزيد يكمل الطبخة. أنا نعتقد هذا ما يليقش بتونس الثورة، وما يليقش بتونس العروبة باش تدمر سوريا قلب العروبة النابض. قال شنو؟ قال الخاطر نحبوا نعملوا ثورة. الثورة راهي تغيير إيجابي مش ارتكاس إلى الوراء، ومش كل عنف ثورة، مش كل عنف ثورة يهديكم. سعادة